فكت عقدة أسود الأطلس وعادت بشائر الانتصارات إلى المغاربة ليعلنوا الأفراح من الآن وإلى غاية العام 2012 موعد كأس إفريقيا. رباعية غالية يقول عنها الجمهور المغاربي إنهم تربعوا بها على عرش الكرة الإفريقية، وكان الفوز بهذه المباراة منتظرا بعد السقوط لمرات في خندق الإخفاقات. هذه نتيجة كثير حلوة كثير مفرحة للشعب المغربي، وعاش المغرب وعاش الملك محمد السادس. كنشكروا الفريق الوطني المغربي على هذا الفوز العظيم اللي ما نكذبش عليك فرحان بزاف بزاف بزاف. نحترموا الجزائر ونحترموا المغرب، ولكن احنا فوز كبير ونستحقوه، وتنتمنى الفوز للجميع ومرحبا بالجزائر، ولكن انتصار المغرب. هذا الفوز هذا ترجي جميع المغاربه والشعب الجزائري تستحق، واني باننا الكره مغربيه. يكفي أن المغاربة احتضنونا وفتحوا لنا الأذرع الواسعة في المدينة الحمراء مراكش، ولا تهم الخسارة أو الفوز بقدر ما قربت بيننا هذه المباراة وزرعت في نفوسنا الثقة المطلقة. هو الشعار الذي خلص إليه الجمهور الجزائري وهو يغادر ملعب مراكش خائبا على أداء الخضر، معاتبا على بن شيخة ومتمنيا إصلاح الكرة الجزائرية. المنتخب المغربي دار مقابلة الأداء والنتيجة. لازم الفريق الجزائري لازم بن شيخة ولا ماشي بن شيخة، باسكو الحاجه راه لازم يعاود يشوف الحسابات تاع الفريق الوطني. الفريق لم يلعب باي خطه لا هجوميه ولا دفاعيه، والخلل ما عرفناش من راه جاي. حان الوقت نقولها لكل مسؤول على الكره الجزائريه، اذا كان يقدر جمهور مثل هذا اللي تنقل من الجزائر يعني بأشق الانفس مده اسبوع ويلعبوا بهذه الطريقه وما يفكروش في المستقبل تاع هذا الفريق، نحن متاسفين. هو المدرب باسكو اللاعبين الجيدين ما دخلهمش، خلاهم في البنك. ونقول للمنتخب المغربي بصحتكم تستاهلوا التاهل بكل روح رياضيه ضيافه، مع ما نقولوا فيكم. أسود الأطلس سيظلون أسودا، بما أن السواد الذي لازمهم طيلة سنوات زال اليوم بانتصار تاريخي فتح صفحة جديدة للمغرب شهدت عليها المدينة الحمراء مراكش. رفيق بخوش، صدى الملاعب، مدينة مراكش، المغرب.